مشاهدي ومتابعي قناة تيسير، مرحبا بكم والسلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاليوم جبنا لكم واحد العرض متميز جدا في نواحي مكناس، بالضبط المنطقة ديال سبت حجوح، المنطقة الفلاحية الجميلة جدا المتميزة بالهواء النقي والتربة الفلاحية. فنعتذر مسبقا اننا ما درناش فيديو، في انتظار ان شاء الله غادي نمشيو نديروا فيديو لهذه الارض الجميله جميله صراحه متميزه في المنطقه ديال سبت حجوح اقليم الحاجب. فنعتذر مسبقا متابعينا ومشاهدينا الكرام. فاليوم جبنا لكم هذه الهميزه اللي غتكون من نصيب مرضي الوالدين او مرضيه الوالدين. فالمرضيين ديال الوالدين هما اللي غتكون منهم النصيب ديالهم هذه الارض الجميله والارض المتميزه اللي كتشاهدوا امامكم. فيها المساحه ديالها كتار ونصف، محفظه داخله على القدرون تقريبا واحد 400 متر على القدرون. فيها 100 شجره ديال الزيتون ما شاء الله كتعطي الغله، وهذا كتشاهدوا امامكم. ارض التربه كتبان من الصوره، كتبان التربه الخصبه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ارض متميزه جدا جبناها لكم ورخيصه في الثمن. الناس العشاق ديال الطبيعه، الهدوء، الكالم، الناس اللي باغيه دير الدويره ديالها ودير واحد الاستثمار فلاحي يعني صغير ولكن استثمار مهم. الانسان قد يدير فيها الدجاج البلدي، يدير فيها يكملها بالزيتون، يدير البطاطا، يدير يعني الفلاحه ديالو. وكتار ونص راه مساحه صراحه لا يستهان بها. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الزيتون ديالها هو هذا 100 زيتونه ما شاء الله راه كتعطي الغله. التربه الفلاحيه كما قلنا لكم داخل على القدرون تقريبا واحد 400 متر الى 450 متر على اقصى تقدير. فارض زينه صراحه مليحه متميزه كما كتشاهدوا. الزيتون ديالها تقريبا 100 زيتونه بالضبط حسب التصريح ديال المالك ديالها. فبالنسبه للوضعيه الاداريه محفظه تيتر. فقلنا لكم يعني همزه ما دايراش، قناه تيسير هاد جبت همزه ما دايراش. والهمزه كما نقولوا متابعينا الكرام ما كتجيش كل مره، كتجي مره بين الفينه والاخرى، يعني كتجي مره في الزمان ما تجيش ديما. فالزيتون هو ديالها الارض زينه صراحه. انسان عشاق الطبيعه اللي بغى يبعد على المدينه والضوضاء ديالها ويرتاح في الطبيعه، او يديرها كمنزل، يعني كيديرها فيرما ثانويه، تكون عنده الدار في المدينه، الخدمه في المدينه، ولكن السبت والحد او حتى يوميا يقدر لا نافيط ما بين سبت حجوح ومكناس. راه قريبه، ما كاملاش تقريبا بالسياره، ما كاملاش ثلث ساعه، ما كاملاش ثلث ساعه بالسياره. ف يعني الهواء النقي ويتكالما مع راسو ويشوف الدجاج البلدي حداه، ويشوف بقيرات، ويدير علاش ما يديرش المعيز، ويدير كذلك البط، ويدير الوز، ويدير الحجل، ويدير يعني شي بقيره والحليب الطبيعي 100%، يدير كذلك بصيلات، بطاطا، يدير جلبانه، يدير يعني ما شاء الله الفلاحه راه كلها خير، كلها خير، كلها خير ولله الحمد. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بامطار الخير ان شاء الله. فمشاهدينا المتابعين الكرام، هذا الكتار ونص اللي قلنا لكم في الاقليم ديال الحاجب سبت حجوح، ما بعيده شيء على مكناس، تقريبا واحد 25 كيلومتر الى حوالي هذه المسافه تقريبا، ما حسبناهاش ولكن تقريبا تكون 25 كيلومتر. بالنسبه لهذه الارض كما قلنا لكم الهمزه، فالثمن ديالها همزه بمعنى الكلمه. مشاهدينا ومتابعي قناه تيسير، فكما كتشاهدوا الزيتون ديالها 100 زيتونه مغروسه، والانسان يقدر يكملها كامله بالزيتون، يقدر يدير اي زراعه. فالتربه ما شاء الله التربه الخصبه، يعني ارض مليحه صراحه. متابعينا الكرام، بالنسبه للثمن اللي كينتظروا الجميع يعني بواحد الشغف كبير باش يعرفوا الثمن ديال هذه الهميزه، كتار ونصف، يعني ما يعادل 15,000 متر كاري، 15,000 متر مربع. هذه كتباع كامل، هذا الخير كيتباع 50 مليون كامله، كتار ونصف ب 50 مليون، قابل للتفاوض مع مول الارض مباشره. 50 مليون قابل للتفاوض، الارض كامله كتار ونصف 50 مليون، ثمن همزه، يعني التفاوض مباشرة بكل شفافية مع مول الأرض مباشرة. 50 مليون قابل للتفاوض، كتار ونصف، عرض متميز جدا 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 مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لمزيد من المعلومات واللي بغى يزورها مباشرة ما عليه إلا أنه يركب الرقم الهاتفي التالي 06 70 96 48 84. هذا الرقم الهاتفي المعتمد الوحيد ديال قناة التيسير. يتواصل معنا مباشرة في هذا الرقم، ويجي نديروا معه موعد ديال الزيارة، ويجي يشوف هذه الأرض. صراحة هذه همزة
همزه كما قلنا لكم في بدايه الفيديو. الناس المرضيين الوالدين، لان الرضا ديال الوالدين كيفرش لك لوطوروت في الحياه الدنيا وكيعطيك الخيرات في الاخره. فمرضيه الوالدين فالله يحفظهم، سواء مرضيين او مرضيات، فنتمنوا لهم تكتب لهم هذه الارض. وكما نقولوا اللي عنده شي والدين الله يحفظ لهم له، الله يطول لهم في العمر، الله يعطيهم الصحه، الله يشافيهم اذا كانوا مرض، الله يرزقهم مغفور الصحه. واللي توفى احدهما او كلاهما فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمهما برحمته الواسعه التي وسعت كل شيء، ويرحم جميع اموات المسلمين. هذا الشيء اللي كاين. فهاد الهمزه بالعنوان ديالها الناس مرضيين الوالدين، جبنا لكم هذه الهميزه. ف سعدات اللي غتكون من النصيب ديالو صراحه. همزه ولين همزه زوينه ممتازه مليحه، ونسال لكم كل التوفيق. تلقاو فيديو جديد وغيكونوا فيديوهات جداد ان شاء الله، وتكون نتمنوا اننا نلقاو بحال هذه الهميزات اللي كيكونوا قلال بعض الاحيان، ولكن غنبحثوا ونغوص في اقليم الحاجب وكذلك في النواحي ديال المهايه وطوشطات وبودرباله واكوراي، ونجيب لكم بحال هذه الهميزات. الناس العشاق ديال الطبيعه، الهدوء، الكالم، وكذلك الاستثمار الفلاحي كتارونس. راه الانسان يقدر يستثمر فيها ويجبد منها الخيرات والخيرات. اذا مشاهدي والمتتبعين الكرام اللي كتابعونا داخل المغرب وخارج المغرب وكل بقاع العالم كيتواصلوا معنا في الواتساب، وكنعتذروا للبعض اللي ما كنجاوبهمش نظرا يعني لواحد الضغط كبير على الواتساب، فانا كنعتذروا بزاف لهم، ونتمنى لكم كل التوفيق. والسلام عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.